عملنا احلى كبد وقوانص بكل سهوله وبطعم وريحه تجنن. وفي واحده حبيبتي قالت لي انا بحب الكبد والقوانص جدا، بس ليه لما بعملها بشم فيها ريحه زفاره. هوريكي في الفيديو عملي ليه بقى انتي بتشم ريحه زفاره مع انك بتغسلي الكبد والقوانص كويس جدا. عايزين تعرفوا الطريقه اللي احنا عملنا بيها الطبق الجميل ده؟ يلا الاول نصلي على الرسول وندخل على الفيديو على طول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير. صدق الله العظيم. يلا نشوف عملنا الطبق الجميل ده ازاي، بس اوعي تنسي تحطي لايك وتعالي شوفي احنا عملناه مع بعض ازاي. بصي بقى يا ست الكل، انا جبت القنصة والقلب والكبدة، حطيت الكبدة لوحدها وحطيت القنصة والقلب لوحدها بعد ما غسلتهم كويس جدا زي ما انتوا شايفين. بس انا حطيت القنصة والقلب مع بعض علشان بياخدوا سوا على النار اكتر من الكبدة. بس في ناس كتير قالت لي قبل ما نبدأ الفيديو انا مهما غسلت الكبد والقوانص ونقعتها بتيجي وانا بعملها بتعمل ريحة زفورة. هجاوبك عليها دلوقتي حالا، بس ركزي معايا. انا غسلت القنصه والقلب ده ونضفته، وغسلت القنصه والقلب ده ونضفته ونقعته. بس بصي بقى القنصه دي في حته صغيره كده بتبقى في القنصه من تحت، انت ممكن ما تاخديش بالك منها، بتبقى لونها قريب جدا جدا من القنصه بس بتعمل ريحه زفاره، فلازم تشيليها، مهم جدا ان انت تشيليها. وفي حته بتبقى مقلوبه كده في القنصه زي ما انت شايفه كده، بيبقى فيها متجمع بقايا الفراخ، يعني مطرح ما انت بتشيلي القشره اللي بتبقى جوه القنصه دي بتبقى فيه بقايا كده، فهي دي برضو بتعمل ريحه زفاره، مع الدهون بقى اللي بتبقى لونها مش حلو برضو بتعمل ريحه زفاره، حاولي ان انت تشيليها. خلاص كده بصي القلب بقى نضيفه مغسول ومنقوعه زي الفل ازاي. هتجيبي السكينه كده وتروحي فاتحاه بالنص كده اهو، شايفه؟ بصي بقى التجمعات الدمويه اللي طلعت منه دي برضو بتعمل ريحه في الاكل، مهم جدا ان احنا ما نسيبهاش. وبصي القلب ده كمان مغسول طبعا كويس، بس برضو مش مفتوح من النص، مليان تجمعات دموية. دي بقى التجمعات دي هي اللي بتغير طعم الاكل، ودي اللي بتعمل ريحة الزفارة. وزي ما احنا قلنا القناصة زي ما انتوا شايفين تفتحي كده الفتحة البسيطة دي وما تخليش فيه لون خالص، ما تسيبيش فيها اي حاجة، ولو في دهون لونها مغير تشيليها علشان ما تعملش معاكي ريحه. واخدتها غسلتها ورجعت بيها وخلاص ما شاء الله بقت زي الفل زي ما انت شايفه كده. وفي الوقت ده عمر ما امل كبد والقوانص عمرها ما تعمل معاكي اي ريحه زفاره. بصي ما شاء الله القلب بقى جميل ازاي، بصي. وادي القنص عملناها بطريقه سهله وبسيطه. بصي بقى الكبدة ما بتعملش زفارة طالما غسلتيها ونقعتيها، بس هو لازم ان انتي تشيلي المرارة، خلي بالك المرارة بتبقى في المكان ده، فلازم تشيلي المرارة وتغسليها كويس. خلاص كده الكبدة ما بيبقاش فيها ريحة زفارة. خلاص كده عملنا القناصة وعملنا الكبدة وغسلنا القلب وفتحناه من النص. هبدأ ان انا اقطع بقى القناصة والكبدة على قد الحجم اللي انا عاوزاه علشان نعمل الطريقة الجميلة بتاعتنا. كده خلاص هقطع القنصة وقطعت الكبدة وقطعت القلب، طبعا القلب مش محتاج ان هو يتقطع، هو صغير. خلاص كده. ورحت رايحة جايبة الكبة ويلا بقى علشان نعمل طريقة الكبدة الجميلة اللي انتوا شفتوها في اول الفيديو. خلاص كده رحت جايبة الكبة ونزلت بالبصل. انا بفضل ان انا اعمل كل حاجة لوحدها، فانا فرمت البصل الاول في الكبة. وطبعا زي ما انتوا عارفين انا بحب البصل يدوب في الاكل عشان اولادي بيحبوه بالطريقة دي. فرحت رايحة جايبة الكبة وفرمت البصل كويس جدا، طبعا ما قطعتهوش كبير، انا فرمت البصل كويس جدا جدا علشان زي ما انتوا عارفين اولادي بيحبوا البصل يبقى دايب في الاكل بالطريقه دي. فانا فرمت البصل كويس جدا، وهضرب برضو الطماطم في الكبه من غير ميه، والفلفل برضو هفرمه بنفس الحجم. ورحت رايحه بقى علشان اروح ناحيه البوتاجاز نشوف هنعمل الاكله الجميله دي مع بعض ازاي. جبت الطاسه حطيتها على النار وحطيت فيها الماده الدهنيه، ورحت رايحه نازله بالبصل على الماده الدهنيه.
اهو زي ما انتوا شايفين. انا بحب اعمل الخطوات كل حاجة لوحدها، فشوفوا الخطوات دي احلى وانسب وبتدي طعم جميل جدا جدا للاكل. بدأت ان انا اقلب البصل طبعا، ورحت رايحة جايبة شوية مية صغيرين مقدار 3 معالق مية كبار، ونزلت بيهم على البصل لغاية اما اروح افرم الفلفل علشان البصل ما يتحرقش مني. خلاص كده فرمت الفلفل زي ما انتوا شايفين بنفس حجم البصل، ورحت نازلة بالفلفل على البصل، وهبدأ ان انا اقلب البصل والفلفل كويس جدا مع بعض. خليكي معايا خطوة بخطوة، والله مش هتندمي، الاكلة ان شاء الله هتعجبك وتقولي لي رأيك في كومنت جميل زيك. وما تنسينيش بدعوة جميلة منك ان شاء الله لو عملتي الاكلة وعجبتك. واللي سألتني لو عملتي الطريقة دي عمر ما الكبد والقوانص هيبقى معاكي زفرة ولا هتخرج ريحة زفارة، بس انتي ادعيلي. خلاص كده قلبت البصل والفلفل مع بعض كويس جدا، والفلفل والبصل كمان نازل سوائل زي ما انتوا شايفين. هروح رايحة جايبة بقى القنصة، وهبدأ ان انا اقلبها على البصل والفلفل في السوائل الجميلة دي. بس استني يلا بقى علشان ننزل بالتوابل علشان نعمل احلى كبد وقوانص. التوابل عبارة عن ايه؟ فلفل اسود، كمون، كزبرة، وسبع بهارات. انا ما بحاولش ان انا اكتر كتير جدا جدا من التوابل علشان ما تغيرش طعم الاكل، لكن لو انتم مفضلين ان انتم بتحطوا توابل تانية براحتكم خالص، زودوا في التوابل طالما انتم حابين كده. خلاص كده، وهبدأ ان انا اقلب بقى القنصة في البصل والفلفل والتوابل علشان تتشبع وشم الريحة بقى يا ست الكل. احلى ريحة كبد وقوانص ممكن تشميها، طبعا من ايديكي هتبقى جميلة كمان وريحتها احلى. خلاص كده هسيب بقى القناصة مع السوائل اللي في البصل والفلفل والقناصة دي تستوي لغاية ما تستوي نص سوا، وبعد كده هننزل بالكبدة. هروح رايحة جايبة رشة من السكر، علشان السكر ده عبارة عن تكاية جميلة جدا. اولا بيكرمل البصلة، ثانيا بيخلي الاكل طعمه زي السكر، بيوديه في حتة تانية خالص. ورحت رايحة جايبة بقى الكبدة ونزلت بيها على القنصة بعد ما استوت نص سوا كده. طبعا الكبدة هتنزل سوائل برضو مطرح ما انا غسلاها، انا غسلاها ومصفياها، بس هي برضو هتنزل سوائل. خلاص كده هبدأ اقلبها تقلبتين حلوين في البصلة. التقلبتين دولت علشان لما تيجي تقلبي الكبدة وانتي بتسويها ما تتفتفتش منك، فلما انتي تقلبيها في البصلة كده من غير ما تحطي اي سوائل لغاية ما تنشف هتكون دخلت على السوا. هتروحي نازلة بقى بشوية الملح، الملح ده اللي هتظبطي بيه الاكلة بتاعتك طبعا على حسب الرغبة. وهبدأ اقلب الملح مع الكبدة والقنصة. طبعا الكبدة عمرها ما هتتفتفت منك لان انت قلبتيها وسبتيها تتشرب السوائل وقلبتيها في البصل والفلفل كويس جدا. يلا بقى نكمل بقية سوا الكبدة والقنصة. هروح نازلة بالثلاث طماطميات اللي انا فرمتهم في الكبة من غير مية، والمية بتاعة الطماطم اللي هتنزل، السوائل اللي هتنزل من الطماطم دي هي اللي هتكمل بقية سوا الكبدة والقنصة. قلبتها وهبدأ اسيبها، طبعا هجيب لك المراحل تدريجيا علشان ما اطولش عليكي. وكنت كل فترة بحاول ان انا اديها تقليبة علشان ما تلزقش مني في الطاسة زي ما انت شايفة كده. قلبيها طالما انت قلبتيها في الاول في البصل والفلفل وسبتيها لغاية ما اتمسكت مش هتتفتفت منك الكبدة ابدا. خلاص كده هبدأ ان انا اجيب لك مراحل السوا ومش هطول عليكي. عايزه اقول لكم حاجه، انا قلت لكم الفيديو اللي فات ما تنسوش اللايكات. اكتر فيديو كان مش عليه لايكات، يعني انا قلت لكم الفيديو اللي فات اللايك عشان اللايك بيرفع الفيديو، محدش حط لايك. بص بقى، اللايك ده يا جماعة بيعلي الفيديو بيرفع من شأن القناة، وانا لسه قناة صغيرة، فانا اتمنى ان انتوا تدعموني علشان اكون معاكم لو انتوا حابين ان انا اكون معاكم. بصوا مراحل السوا ما شاء الله كانت خطيرة ازاي. حبيبتي اللي قالت لي ريحة الزفارة بتاعت الكبد والقوانص اديني شرحتها لك في الفيديو عملي. يا ريت بقى تجربيها وتقولي لي رأيك على الفيديو في كومنت جميل زيك. وبكده نكون عملنا الكبد والقوانص مع بعض خطوة بخطوة بالصوص الخطير بتاعها بطعم وريحة فوق الوصف. يلا بقى نغرفها مع بعض ونشوف الجمال والحلاوة.
انا جبت الطبق اهوت، وهبدأ ان انا اغرف الكبدة والقنصة مع بعض معاكم. طبعا طلعة خطيرة جدا جدا جدا، وبالصوص الخطير اللي احنا عملناه مع بعض. انا اولادي بيحبوا الصوص بتاعها جدا. بصي ما شاء الله، الكبدة خطيرة جدا جدا، ومع ذلك في نفس الوقت دايبة ومتماسكة. وبرضو القنصة والقلب ما شاء الله كانت خطيرة، استوت مراحل جميلة جدا، عملناها مع بعض خطوة بخطوة. وهي دي اكلات الصيف الخفيفة والجميلة اللي احنا بنحبها. وبكده خلاص خلصنا الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب اكون عند حسن ظنكم، وانتظروني في الفيديو القادم. واللي نسي اللايك يحط اللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.